هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا؟ والجواب: اتفق الفقهاء ابتداء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع التي نص عليها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المحمض المجفف المجمد الذي يطبخ أو يطبخ به، أو صاعا من زبيب. أما إخراج الزكاة نقدا أو مالا لسبب أو لغير سبب، كحاجة الفقير إلى المال مثلا، أو كتعذر شراء المزكي لزكاة الفطر من هذه الأصناف التي ذكرتها، أو لأن إخراج الزكاة نقدا هو الأيسر جمعا والأيسر نقلا وتوزيعا على الفقراء إلى غير ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، وأرجو أن تنتبهوا معي، هذا تأصيل فقهي مهم. اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر مالا أو قيمة على 3 أقوال. القول الأول أو القول الأول وكلاهما صحيح لغة، هو عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. فلقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة، وقالوا كما سأبين أدلتهم الآن إن شاء الله تعالى: لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نقودا في زكاة الفطر رغم وجود الأموال معهم، ورغم تدفق الأموال بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد الفتوحات العظيمة. لأن من قال من المتأخرين بجواز إخراج القيمة ربطها بالضرورة أو بما هو أنفع للفقير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدرى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأنه يشرع من عند حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، لأن الشرع لم يشرع لزمن معين أو لمكان معين، لأن الإسلام ما أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليصلح الزمان والمكان، إلا ليطبق في كل زمان وفي كل مكان. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الدرهم والدينار إلا لحكمة أرادها، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فلم يذكر مالا درهما أو دينارا في زكاة الفطر مع وجود الدرهم والدينار في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم تذكر في أي أثر من الآثار أو في أي حديث صحيح أو حتى حسن، مع أن زكاة الفطر فرضت في وقت مبكر من الدولة الإسلامية المؤسسة في المدينة المنورة المباركة، لأنها فرضت في السنة 2 للهجرة. وعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستفتح على المسلمين بكل خيراتها، بما في ذلك المال من الذهب والفضة وغيرها من أنواع المال. والمتتبع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا
على ذكر كل شيء يذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو يفعله، سواء كان على سبيل التشريع وهذا هو الأصل، أو حتى على سبيل ما يتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية وخلقية وإنسانية، فكانوا متتبعين لكل حركاته وسكناته، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم شيئا قط عن إخراج القيمة في الزكاة. أما القول الثاني وسأذكر أدلته بالتفصيل أيضا، أنهم قالوا بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا، قالوا يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالا، وهذا مذهب الأحناف، قال به الإمام أبو حنيفة، وقال به الأئمة سفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو يوسف، واختاره من الأحناف الفقيه أبو جعفر الطحاوي. وعلى هذا العمل عند الأحناف في كل زكاة. وبهذا أيضا قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، قال بذلك وجواز عند الضرورة أو عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. والقول الثالث في المسألة باختصار شديد هو التفصيل، حيث قالوا يجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. والعجيب أن هذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول في إخراج القيمة في زكاة المال، قال وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، أو أن يكون المستحقون للزكاة من الفقراء قد طلبوا منه القيمة، قد طلبوا منه المال لكونها أنفع لهم، فلا بأس أن يعطيهم القيمة. أو أن يرى الساعي الذي يجمع الصدقات والزكوات أن أخذها مالا أو قيمة أو نقدا أنفع للفقراء، فلا بأس بذلك أيضا. أيها الأحبة، هذه باختصار أقوال أهل العلم في هذه المسألة الدقيقة. ألا ترون أن أهل العلم بفضل الله جل وعلا حين يختلفون ويطرح كل فريق منهم أدلته في المسألة، لا ينبغي حينئذ أن يسفه المخالف أو أن يتهم في دينه. إن كنت أدين لله عز وجل بترجيح قول الجمهور، فلا يجوز البتة أن تتهم من رأى رأي آخر ترجيحا لمصلحة محققة لفقير أو لمسكين. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وقد يقع الخلاف بسبب الاختلاف في فهم الدليل، بسبب غياب الدليل، إلى غير ذلك من الأسباب. فلا ينبغي أن نجعل من هذه القضية سببا للخلاف الذي قد يصل إلى حد التهاجر بل والتقاذف، بل ورمي الآخرين ممن يخالفون رأيك بالفسق والابتداع ورقة الدين إلى غير ذلك. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الصواب والحق الذي يرضيه، وأن يرزقنا الأدب مع ديننا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم مع أئمتنا وسادتنا وفقهائنا
وأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا الأدب وحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.